لو انت حاولت تخش على الويكيبيديا وتغير ان تحط حتى مع جون أوساليفان تقول وحاتم زغلول وميشيل فتوش، تتشال خلال ربع ساعة. يعني مستحيل تغير. انت ذكرت هيدي لامار. انا هيدي لامار صفحتها في الفيسبوك بتقول انها ما خدتش فلوس على اختراعها. انا اديتها فلوس ومثبته، وعندي جرانين بتقول $25,000 $250,000 كله على بعض. 25 على 10 متقطعين كتير. ما انا اتعلمت من فريد بقى قطع ودي كله بالتقسيط. فانا اديتها فلوس، وهي قالت لما سالوها في جورنال مشهور قالوا لها تقولي ايه على ما حاتم اداك الفلوس؟ قالت اتس اباوت تايم. كان وقت بقى ان حد يديني يعني، لان كانت عجوزه وكانت بتدي لاولادها فود ستامس للكريسماس. فود ستامس دي بياخدوها الفقراء عشان ياخدوا اكل من المحلات مخفض يعني، زي الكوبون كده. زي كوبون. كانت بتدي الكوبونات دي لاولادها في الكريسماس. بس دي كانت ممثله، دي كانت قمر، كانت ممثله وكانت شاطره جدا، بس كانت ذكيه ومتعبه. يعني هوليوود عايزاها تبقى بطريقه معينه، هي ما كانتش يعني. كان بدماغها. فمن الحاجات الجميله قوي اللي هي قالتها وقالتها لي ان المال الخايف يخسر. ما تخشش ابدا في حاجه وانت خايف. يعني لو دي اخر $10 معاك وانت قلقان عليها ما تحطهاش في بيزنس. لكن لو مش قلقان حط، يعني ما تقلقش. يعني لازم تحط بقلب جامد.